السلام عليكم. يلا بينا نعمل اللانشون بدون فراخ او لحمه. لانشون طبيعي بمكونات طبيعيه، طعمه تحفه تحفه، ومش هتعرفي تفرقي بينه وبين اللي بتشتريه من بره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا كوبايه الا ربع زيت وكوبايه دقيق. انا ما جريتش الفيديو علشان نركز في المقادير لان النتيجه طلعت تحفه. معايا كمان علبة جبنة كيري، أنا جايباها من السوبر ماركت. ما عندكيش جبنة كيري تقدري تجيبي 4 قطع أي نوع جبنة مثلثات بتحبيها. معايا كمان 4 بيضات. ما تنسيش واحنا شغالين زي ما احنا متفقين بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنكبر وبنسبح وبنستغفر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 4 بيضات بقى عليهم نص معلقة فلفل اسود، وما تكتريش فلفل اسود. لما عملت اللانشون المرة اللي فاتت باللحمة وكترت فلفل اسود طلع حامي قوي والولاد ما عرفوش ياكلوه الصغيرين يعني. معايا بقى معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر ومعلقة كبابة صيني، ودي اهم حاجة في البهارات لان الكبابة الصيني هي اللي بتديكي طعم اللانشون اللي بتشتريه من بره. معايا كمان مرقة لحمة مكعب، ومعايا مرقة لحمة باودر عشان تعزز الطعم. انا مش هحط الملح الا في الاخر لان كل المكونات اللي انا بحطها دي داخلها ملح. معلقه 7 بهارات وحطيتها علشان فيها حبهان مطحون. لو عندك حبهان مطحون تقدري تستغني عن ال7 بهارات وتحطي معلقه حبهان مطحون، ومعلقه كبيره بابريكا. معايا لون طعام احمر حطيت ربع معلقه، ما تكتريش. هضرب بقى كل المكونات دي في محضرة الطعام بتاعتي او الكبة. لقيت اللون فاتح رحت مزودة شوية لون علشان يديني نفس النتيجة اللي بنشتريه من بره. النتيجة مبهرة جدا، طعمه تحفة جدا، ومكوناته كلها موجودة في البيت. دي النتيجة وده القوام المطلوب. هسويه ازاي بقى؟ مش هعرف احطه طبعا لا في كيس حراري ولا الكلام ده. طبعا انا كده بظبط الملح اهو بعد ما خلصت كل المكونات. عندي علبة سمنة كيلو. العلبة دي انا غسلاها ومعقماها كويس جدا. هحط بقى فلفل اسود حصى شوية مش كتير، وهقفل العلبة بورق فويل. طبعا انا من قبل ما ابتدي وانا حطيت حلة مية على النار تغلي كويس قوي. هحط العلبة في المية السخنة زي ما احنا شايفين كده، لقيتها بتتكتك رحت حاطه لها فوطة علشان ما تعملش صوت. قعدت قد ايه على النار؟ ساعة وربع. بعد الساعة وربع هاجي كده اعمل تيست علشان اشوف استوى ولا لا بعود خلة، ودخلته كده في النص في كل الاتجاهات، لقيته اهو استوى من جوه، ما طلعش فيه اي سائل ولا حاجة، فكده هو استوى. هطلعه بقى علشان يبرد. اول ما تبرد هبتدي انزلها من العلبة. طبعا سن العلبة اللي فوق انا متنياه بالمدق علشان اما اجي اطلع اللانشون يطلع معايا بسهولة. هسيبه يبرد خالص وبعد كده هحطه في التلاجة ساعتين او 3. انا حطيته ساعتين. بصوا بقى كده بعد ما برد خالص قطعيه. مش هتعرفي تقطعيه رفيع، ممكن تنزليه عند اي حد بتاع سوبر ماركت يقطعهولك بالمكنه. الريحه جنان، الطعم تحفه، احلى واجمل 1000 مره من بره. معمول على ايديكي، عارفه انت حاطه له ايه، عارفه المكونات بتاعتك ايه، مش مجهول المصدر. فاعملي كل حاجه لاولادك في البيت، مش مكلف خالص. انا عملت اللي بلحمه كان طعمه حلو برده بس ما حطيتلوش لون، لكن ده طعمه احلى. ده مش هتفرقيه عن اللي بره وولادك هيحبوه. قطعي بقى كده. انا قطعته زي ما احنا شايفين كده وحفظته في التلاجة. طبعا طعمه كان تحفة. الف هنا وشفا على كل اللي اكل منه، والف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمة. يستحق التجربة حقيقي، وان شاء الله هكررها كتير ومش هقطعه من البيت طالما سهل كده بالنسبة لي وتلاقيت طعمه حلو. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتفعلي الجرس وتشتركي في القناه وتسيبي لي تعليق علشان تساعديني. الحقيقة أنا بحب وبحاول أعمل كل حاجة في القناة اقتصادية على قد إيدينا، علشان اللي ما عندوش إمكانيات يقدر يشتري الحاجة الغالية نقدر كلنا نجرب الحاجات اللي على قد إمكانياتنا وتدينا نتيجة ناجحة، وفي نفس الوقت ما فيهاش مواد حافظة ومش هتضر ولادنا ونقدر نعملها في البيت. ده موسم مدارس، اعملي كل حاجة في البيت على قد ما تقدري، وفري على قد ما تقدري، حافظي على صحة ولادك. الحاجة بره زي ما احنا شايفين كل الناس بتتكلم على اللانشون وعلى المواد
اي سرطانه اللي فيه. ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب. فحاولي على قد ما تقدري اعملي الحاجه في البيت، مش هتنجح مره هتنجح التانيه، ويكفينا شرف المحاوله طبعا، واحنا بنحافظ على صحه اولادنا وده مش عيب. خلينا ستات بيت شطار كده، وكل حاجه تشوفيها اعمليها بخطوات صحيحه هتديكي اعلى واجمل وانجح نتيجه ان شاء الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، والف هنا وشفا. جربيها مش هتندمي، وهتعمليه كل شويه وولادك هيطلبوه منك كل يوم. لو عجبك الفيديو مستنيه تعليقك، وسلام.